النهارده مش جاي احكي عن حروب ولا معارك ولا عن نابليون اللي كان بيلعب باوروبا زي لعبه الشطرنج. احنا جايين نتكلم عن اضعف نقطه عند الراجل اللي الناس كانت بتسميه الاسطوره، وهي القطط. ايوه، نابليون بونابرت الامبراطور الفرنسي فاتح نص العالم كان عنده فوبيا من القطط. الراجل اللي كان واقف قدام جيوش وعنده خطط تخلي اي قائد عسكري يشيب، ممكن تنهار اعصابه لو شاف قطه صغيره ماشيه جنبه. طب ليه؟ بصوا، هي الروايات بتختلف. في ناس بتقول ان نابليون وهو طفل اتقفل عليه بالصدفه في بدروم ضلمه في قطه، والقطه خربشته وهو اتشل من الرعب، ومن يومها دماغه قررت ان اي قطه بتساوي خطر. وفي اللي بيقول ان السبب وراثي، امه او حد من عيلته كان عنده نفس الفوبيا. وفي تفسير ثالث غريب بيقولوا علماء النفس، ساعات الفوبيا بتتكون من غير سبب مباشر، مجرد ان المخ بيخلق اشارات. يعني يمكن كان خايف من الضلمه والمخ علق الخوف ده بالقطه اللي كانت موجوده في نفس اللحظه. بس تخيل معايا الموقف، نابليون بالليل في المعسكر قبل معركة كبيرة، القادة حواليه بيعرضوا خطط الهجوم، فجأة جندي بيصرخ قطة دخلت الخيمة. تلاقي الإمبراطور اللي بيهز أوروبا كلها واقف على الكرسي وبيقول حد يطلعها بره بدل ما والله ما حارب. لو كان في سوشيال ميديا وقتها تخيل حجم الميمز، نابليون الرجل الذي هزم روسيا وخسر قدام قطة صينية. بس على فكرة نابليون مش لوحده، العالم مليان ناس عندها فوبيا غريبة رغم انهم نجوم او ابطال. والت ديزني مثلا، الراجل اللي اخترع ميكي ماوس، كان بيخاف من الفئران، يعني الشخصية اللي شهرته كائن بيخوفه. ونيكول كيدمان ممثلة الأوسكار عندها فوبيا من الفراشات، وفي تصوير فيلم في إيطاليا وقفوا التصوير ساعة عشان يمشوا الفراشات لأن هي بالنسبة لها جناح ملون بيساوي فيلم رعب. وأدل أيقونة الغنى بتخاف من طيور النورس، يعني لو حمامة عدت من فوق المسرح ممكن توقف حفلتها وتستخبى. وفي مرة في لندن نورس هجم عليها، وقفت تصرخ في وسط الشارع لحد ما الناس أنقذوها. وجوني ديب عنده رعب من المهرجين، وفي كواليس فيلم من أفلامه اضطروا يبعدوا أي ممثل لابس مهرج عشان يقدر يركز. وألفريد هيتشكوك مخرج أفلام الرعب كان بيخاف من البيض. أيوة، بيضة مسلوقة ممكن تخوفه أكتر من فيلم رعب. طب هو ليه المخ بيعمل فينا كده؟ علم النفس بيشرح المخ عنده جهاز انذار اسمه اللوزة الدماغية. لما تشوف حاجة مخك فاكر انها خطر حتى لو مش حقيقي، الجهاز ده بيشغل صفارة انذار، قلبك يدق بسرعة، نفسك يبقى سريع، جسمك يفرز ادرينالين عشان تختار اجري ولا قاتل. لكن في الفوبيا المخ بيبالغ، بيعتبر القطة او الفراشة زي نمر بيهجم عليك، والسبب بيكون احيانا تجربة قديمة او جينات او حتى حاجة اتعلمتها من خوف حد قريب منك. طب هو ازاي ممكن نعالج الموضوع ده؟ اول طريقة اسمها التعرض التدريجي، يعني تبدأ بصورة وبعدين فيديو وبعدين تشوف القطة او الحاجة اللي بتخوفك من بعيد لحد ما جسمك يتعلم انها مش خطر. وفي العلاج السلوكي المعرفي، ده بيعيد برمجة دماغك، يعلمك افكار جديدة بدل الافكار المخيفة. وفي تمارين الاسترخاء زي التنفس العميق عشان تمنع جسمك يدخل في حالة انذار كاذب. وفي طريقة الواقع الافتراضي، دلوقتي في جلسات تخليك تواجه خوفك بشكل آمن، وده عن طريق نظارات VR. وفي ناس بقى بتستخدم الضحك، يعني بيسيطر على الفوبيا لما يستهزأ بيها. وفي نظرية بتقول إن الفوبيا كانت سبب لنجاح ناس، يعني هيتشكوك بيخاف من البيض بقى مهووس بفكرة الغريب اللي بيخوف، وده انعكس في أفلامه. وأدل دايما بتحب المسارح الداخلية، فده خلى حفلاتها تبقى أكتر حميمية وتجذب جمهور تاني مختلف. طب هو احنا ليه بقى بنحكي عن الفوبيا؟ لأنها بتفكرنا إن كل الناس مهما كانوا أقوياء أو مشهورين عندهم نقطة ضعف. نابليون نفسه اللي كتب العالم في التاريخ بتتكلم عنه وعن أساطيره كان عنده خوف بيخليه شبه أي إنسان عادي. وفي الآخر الفوبيا مش دليل ضعف، هي دليل إن المخ ساعات بيضحك علينا. لو عرفت تواجهها أو حتى تضحك عليها هتكتشف إنها مش مرعبة زي ما مخك بيقولك. ولو كنت بتخاف من حاجة غريبة اعرف إنك زي ناس مهمة كتير، نابليون وأدل وجوني ديب كلهم معاك في نفس النادي. أتمنى تكونوا استفدتوا، وسيبولي في الكومنتات إيه أغرب فوبيا عندك أو عند حد تعرفه.